لسه مكملة معاكم تجربتي مع المسقعة باللحمة المفرومة. هنا جبت صينية، هي المفروض طاسة تحطوا عليها زيت عشان نقلي الفلفل، بس الحقيقة أنا متعاقبة وماما ادتني الحلة دي، وطبعا هي أبيض شوية من حلة أم خالد ما ننكرش، فحطيت فيها بقى الفلفل، وعشان خاطر أقليه ولازم تخلوا بالكم يطلع اللون ده بالظبط. اما بالنسبه للبتنجان هتجيبوه وهتعفروه في حبه دقيق وتنفضوه كويس عشان يطلع اللون بتاعه ذهبي كده اهوت. اما بالنسبه بقى الحله اللي انا بقلي فيها، لان انا مبوظه كل يعني الصواني اللي بيتقلي فيها ماما، فعشان كده ادتني الحله القديمه دي عشان اقلي فيها، وما تنكروش هي افتح من بتاعه ام خالد. شكرا طبعا وتحيه لام خالد وابنها خالد. طبعا زي ما انتم شايفين طلع باللون الذهبي الجميل البتنجان. تعالوا بقى نخش على التركية اللي هي أساس المسقعة باللحمة المفرومة. الفلفل بقى هحط كل دوت في الهون وهضربه، وما تنسوش تحطوا الفلفل مع الكزبرة والكمون ومعلقة الثوم والفلفل. بعد كده جبت حلة وحطيت فيها نقطة زيت وحطيت عليها الخليط اللي أنا دقيته في الهون كله، اللي هو أساس الخلطة. وزي ما انتم شايفين هحط معلقه بس من الخل، واسيب كده هوت الخلطه مع الخل تتشربها شويه. وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب عصير الطماطم اللي انا ضربته وصفيته وهحطها عليهم. بصوا بقى، اول ما تنزلوا بيها تسيبوها كده مع اول غلوه وتحطوا الفلفل الاسود بتاعكم، وخلوا بالكم من الملح لان البتنجان كان محطوط عليه ملح والخلطه فيها ملح، فخلوا الملح بتاعكم على الشعره. ومش لازم تتسبك، هي كل الحكايه تغلي كده غلوتين وتقفلوا عليها. ولو عايزين بقى تشوفوا الصينيه وازاي ارصها استنوني في الجزء الثالث. انا بقى هبتدي ان انا ارص الصينيه. اول حاجه هتجيبوا صينيه وترصوا فيها بقى الصوص بتاع عشان بفترة صغيرة المسقعه ده، اقفلي. وتخلوا فيه طبقه كويسه قوي من تحت، لان هي دي اللي بس يعني هم عاملين كده هتستوي كده ويندمجوا وينسجموا مع بعض. وهوب حطيت صفة البتنجان الأولانية والفلفل، بعد كده عليهم طبقة من اللحمة المفرومة، وهوب حطيت زيها كمان وخلصت الصينية. وهنا بقى أحب أقول لكم حبيبي come to Egypt. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.